السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان وإياكم. سجلي بقى الطريقة دي عندك لرمضان إن شاء الله. هنعمل المحشي كله في صينية واحدة بدون حلال كتير إن شاء الله. سجليها عندك وتعالوا بقى نشوف تفاصيل الفيديو بتاعنا النهاردة. مبدئيا كده هنا عندي طماطمية مبشورة وعندي بصلية مبشورة، بس طماطمية تكون كبيرة كده وبصلية برضو تكون كبيرة. وهحط هنا توم بودرة، وهحط بصل بودرة، وهحط بابريكا، وهحط بهارات مشكلة، وهنحط كمان زعتر. كل الخلطة دي هنعملها دلوقتي للبانيه بتاعنا ان شاء الله. جربوا البانيه بالطريقة دي، وكمان هنعمله خلطة تحت المحشي بتاعنا. تمام. وهحط هنا دي بهارات كفتة او بهارات حواوشي طبعا. البهارات دي كل الحاجات دي بتنكه طعم الوصفة بتاعتنا. وحطيت هنا خل. هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض. ولو حتى كمان حابة كمان تحطي سنة شطة هتديكي طعم حلو برضه. هنحط هنا كمان الزعتر. بتبدأي ان انت تفركيه كده بايديك. وهنقلب بقى كل الكلام ده كله. عندي هنا بقى كيلو بانيه غسله بقى كويس ومصفيه من الميه، وتقدري تعملي نص الكميه. كل واحد بيعمل حسب ما يناسب افراد اسرته. هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض بقى بايدينا كده، علشان البانيه بتاعنا يشرب ويتغلف كده بالتتبيله وكله ياخد من طعم من كله. هنركنها بقى على جنب كده بعد ما قلبناها. وتعالوا بقى نشوف بقيه الخطوات بتاعتنا النهارده. مبدئيا كده باجيب حلة واحط هنا فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت كده بسيطة. وبعدين هنحط هنا بقى بصل. هنعمل بقى التسبيكة بتاعة المحشي. وعلى العين التانية هنا بنسخن مية علشان خاطر ان احنا نسلق الكرنب. وكمان الكرنب انا حطيت هنا معلقة سكر، ما حطيتش ملح علشان الملح هو اللي بيهري الكرنب. كمان ممكن تحطي كمون. جبت هنا بقى الكرنبية، بدأت ان انا قورتها بقى بالشكل ده. وطبعا بقى هنا في الوقت ده تنجزي في الوقت علشان خاطر ساعة ساعتين بالكتير في المطبخ وتنجزي في كل حاجة. حطيت هنا بقى في طاسة تاني، حطيت هنا معلقتين 3 كده زيت. وهنبدأ بقى ان احنا نشوح البدنجان بتاعنا بعد ما قورته. بجد لما بتشوحي بقى البدنجان بالطريقة دي بيبقى كمان طري جدا وبيبقى طعمه حلو، بخلاف البدنجان ان احنا نحشيه كده على طول. هشوح هنا بقى البدنجان، وعلى العين التانية واخدة بالي من البصلاية. ببدأ ان انا اقلب فيها كل شوية. وهنا هقلب الكرنباية يعني وانتي شغالة كده. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وتنتبهي كده لكل حاجة، وايدك هتبقى شغالة في كل حاجة. هتلاقيك ان انت ما شاء الله يعني انجزتي وعملتي كل حاجة في وقت بسيط. هنحط هنا بقى بقية كمية البدنجان. كل البدنجان اللي احنا عاملينه نص كيلو. هنبدأ بقى ان احنا هنا نقلب البصلاية كده. انا عايزاها بس لحد لما تدبل. وبعدين هنبدأ ان احنا هنا خلاص دبلت بقى بالشكل ده. انا مش بخليها تصفر، هي دوب تدبل. هنحط هنا بقى كمان الطماطم. وهحط هنا معلقة كبيرة من البهارات. وهحط لها ملح. وهنسيبها بقى ايه تتسبك كده مع نفسها. وبعدين تعالوا بقى نشوف الكرنباية بتاعتنا. ما نطولش عليها علشان خاطر ما تتهريش معانا. هنطلع بقى الكرنب، بتسحبيه ورقة ورقة بيطلع معاكي بالشكل ده. وطبعا ما تزيديش عليه عشان خاطر ما يتهريش معاكي. وكده خلاص خلصت هنا تحمير الباذنجان. هننقله بقى هنشيل الطاسة خالص. وتعالوا بقى نشوف بقية الكرنب. هنبدأ ان احنا نسلقه بقى بالشكل ده. طبعا تاخدي الورقة اللي هي بتكون دبل كده. بقى سلقت الكرنب بتاعي بشطفه بقى بميه بارده تحت الحنفيه. وببدا بقى ان انا لو انت عايزه تنجزي وعايزه ان هو كله يكون المقاس قد بعضيه ويكون الورق كله شكل بعضيه كده، بتبدأ ان انت تحطي الورق بقى بالشكل ده. وطبعا بنخلي هنا العصي او العنق بتاع الكرنبة، هو بنسميها عصاية، العصاية بتاعت الكرنبة بالشكل ده. بس اهم حاجة ان انت تكونوا مسوياهم، واهم حاجة يكون الورق كله قد بعضيه، وتنزلي عليهم كده بالسكينة مرة واحدة. وتبدأي ان انت تقطعي العصاية بالشكل ده، ما بيطلعش فيها ورق ولا اي حاجه. وبعدين بقى بتنزلي كده بالسكينه. بنبدا ان احنا نقطع كده الكرنب بالشكل ده. وطبعا تنزلي بالسكينه يبقى مره واحده علشان خاطر ما تشبكش في بعضيها. طبعا بقى هنا بقيت الطرف من هنا هنطلع منه صباعين وتلاتة ان شاء الله. مش هنرمي اي حاجه علشان الحاج صاحب البيت لو شافك كنت بترمي اي حاجه هتروحي عند بيت ابوكي على طول. هنبدا ان احنا نقطعه بقى بالشكل ده. وتبدأ ان انت تقطعي بقى الصباع زي ما انت عايزة، عايزاه عريض عايزاه وسط زي ما انت حابة بالشكل ده. وطبعا بيطلع بالشكل ده ان انت كمان انجزتي في الوقت، وكمان كله بيبقى شكل واحد وكله بيبقى مقاس واحد بالشكل ده. وطبعا هنا هنبدأ ان احنا نقطع. طبعا مبقاش متساوي قوي من الجوانب، هيطلع معاكي حتة زي دي. طبعا هنرميها طبعا لا، هنبدأ ان احنا نلفه هتطلع معاكي احلى صباع. علشان احنا اتفقنا ان احنا لو الحاج صاحب البيت شافنا واحنا بنرمي اي حاجة خلاص هتروحي عند بيت بابا على طول. في طريقة تانية ان انت تبدأي ان انت تقطعي بقى، بتشيلي العصاية بالشكل ده
نبدأ إن إحنا نمشي بيها برضه، دي طريقة سهلة يعني قدامك الاتنين اللي يريحك اشتغلي بيها. بتبدأي إن انت تقطعيها بقى، بتاخدي بقى على قد الأربع صوابع ايدك وبتبدأي إن انت تقطعي، ولو لقيتي في حتة بتكون تخينة كده في النص بتبدأي إن انت تشيليها وبتبدأي إن انت تقطعي وتساوي بالشكل ده، وبرضه بيبقى مساوي وبتبقى الصوابع كلها قد بعضيها كده. خلاص بقى التقلية بتاعتنا اتسبكت بقى بالشكل ده. غسلت هنا بقى الرز وصفيته، بعدين هنا هنحط بقى الخضرة. ولازم انا اهم حاجة هنا ان انتي تشوحي الرز بتاعك كده على عين البوتاجاز علشان خاطر تنشفي اي سوائل تكون موجودة فيه او اي نسبة مية، علشان خاطر لما تيجي تلفي الكرنب ما يقعدش ينقط منك وانتي بتلفيه. تمام كده. خلاص بقى عملنا الرز. تعالوا بقى نجيب الصينية اللي احنا هنلف فيها. حطيت هنا بقى بصلاية ومقطعاها طرنشات، وحطيت هنا طماطمية وقرن وحبة فلفل أو نص قرن فلفل وحبة بهارات. نبدأ بقى إن احنا ندعكم مع بعض بقى بالشكل ده، ونجيب بقى البانيه بتاعنا اللي احنا كنا نقعينه من حوالي ساعة كده عدت، وبعدين بنبدأ بقى إن احنا نوزعه كده فوق البصل والطماطم بالشكل ده. وبعدين هنبدأ إن احنا نشوف المحشي بتاعنا. ما تنسيش لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة، تضغطي لايك للفيديو وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك إشعار بكل وصفة انزلها. كده خلاص بقى رصينا البانيه بتاعنا، واي بهاريز موجوده في الطبق تبداي ان انت تنزليها وتحطيها فوق البانيه. خلاص بقى كده خلاص الرز بتاعنا اصبح جاهز. وهنا كنت مقوره كوسه ومقوره فلفل، وبنبدا بقى ان احنا نحشي ونرص بقى في الصينيه بالشكل ده، على اساس ان هو كله يبقى صينيه واحده. وممكن لو هتسويه على عين البوتاجاز من فوق يبقى كله في حله واحده. وصدقوني المحشي الحله الواحده ده بيبقى طعمه حلو جدا. بخلاف بقى بشوف ناس كتير تقعد تحط كذا حلة، بس هو والله العظيم بيبقى كله مستوي مع بعضيه وبيبقى كله طعمه حلو. ما بيبقاش في حاجة مستوية قبل التانية ولا حاجة مهرية ولا أي حاجة. طبعا بقى هنا يفضل في رمضان ان انت تعملي على قد ما انتم ما هتاكلوا، على قد افراد اسرتكم بس، علشان خاطر بقى ما نقعدش نعمل حلل كتير ونقعد الاكل يبقى بايت وتاجي تاني يوم يبقى ما حدش قادر ياكله. فحتى لو هتسويه تاني يوم، لو متبقي عندك من نفس الاكل بس هتسويه تاني يوم، بيكون افضل من انتي تسخنيه. يعني انا مثلا الكرنبايه دي انا مش هسويها كلها، هسويها على مرتين. هحط حوالي ربعها كده اليوم ده مع الصينيه، والبقيه الكرنبه هعملها في اليوم التاني. تمام. بنبدأ بقى البنات الصغيرة او العرايس لسه موجودة مبتعرفش تلف، بتبدأ ان انت تحط الرز بالشكل ده، وبصابع ايدك الشمال تبدأي ان انت تضغطي عليها بقى من الجنب بالشكل ده، وتبدأي تبرمي بايدك. لان بلاحظ قنوات اليوتيوب كلها، كل ستات اليوتيوب بيلفوا المحشي من بره لجوه. مش عارفة انا ايدي اتعودت ان انا الفه من جوه لبره بالشكل ده، باخد وببرم لحد بره. بس الطريقة دي بتبقى سهلة، وكمان الصباع ما بيتفككش منك. تحط الرز وبتبقى بصباع ايدك الشمال بالشكل ده، بتبدأ ان انت تبرمي بقى بالشكل ده، وبتدوسي دوسة بسيطة خالص في الاخر. كده خلاص انا لفيت كل كمية المحشي اللي احنا هناكلها بس. وطبعا بنبه عليك ان احنا نعمل اكل على القد. طبعا عملت هنا حبة محشي في النص، وفي الدايرة اللي بعديها بدنجان، والدايرة اللي بعديها الكوسة والفلفل. هحط هنا حوالي 3 كبشات بس شوربة او 3 ونص. انتي تحاولي تخلي ان الشوربة تكون واصلة لحد ربع الكوسية من تحت. تمام، علشان خاطر ان الحاجات مش هتاخد معانا وقت في السوا، علشان خاطر ما يطلعش معاكي معجن. وده كده بيكون السوا المظبوط، يعني ما نروحش نغرقه بقى ونملاه كله شوربة، لا هو لحد ربع الكوساية من تحت وخلاص على كده، او لحد نصها حاجة بسيطة. تمام. هنحط هنا بقى ورق زبدة او ورق حواوشي، وهنحط هنا بقى ورق ألمونيوم. تقدري تعملي الحركة دي وتسويه على عين البوتاجاز، وتقدري برضو تعملي الحركة دي وترصيه في صينية وتدخليه في البوتاجاز وتغطيه برضو بغطا، بس يكون على قد الصينية اللي انت هتكوني مدخليها الفرن. يعني ما توقفيش نفسك على اي حاجة. وبحط الصينية فوق أرضية البلاطة مباشرة، بكون معلية من تحت ومعلية برضو من فوق، مولعة فوق يعني وتحت، وبتطلع معانا بالشكل ده. بتاخد حوالي ساعتين إلا ربع، وبتطلع معانا بالجمال ده. وطبعا بترفعي طرف الفويل وبتختبري تشوفي المحشي بتاعك استوى ولا لا، الشوربه بتاعته نشفت ولا لا. ولما بتلاقي بقى ان هو خلاص استوى، تبداي ان انت بقى تشيلي من عليه الفويل وتولع. طبعا احنا مولعين الشوايه، بس بقى الشوايه في الاخر هتديلك الوش الحلو بتاع المحشي الجميل بتاعنا ده النهارده. شايفين ما شاء الله الرز مستوي ومفلفل، وادي البدنجان برضو ما شاء الله طري زي الزبدة اهو. يعني
احسن حاجة ان انت تحمري البدنجان، بلاش فكرة ان احنا نقوره ونروح حاشينه وحاطينه كده على طول، بجد لما بيتحمر بيبقى طعمه حلو. طبعا بقى هنا فايدة الصينية، احنا مش هنقعد نغرف بقى في اطباق ولا حاجة، احنا هناكل كده المحشي وبعدين هنلاقي اللحمة هناكلها في الاخر. بس طبعا كان نسيت هنا ان انا اقلب معاكم الصينية علشان تشوفوا شكل المحشي من تحت وكمان البانيه. بس بقى يعني كنا صايمين وكنا مستعجلين، فبقولك يعني الفكرة دي حلوة لرمضان، بيبقى كله في صينية واحدة بالشكل ده. تقدري هنا تستبدلي البانيه بلحمة، بس تخلي ان القطع برضو تبقى رقيقة كده زي البانيه، وتكون قطعة اللحمة اللي انت شارياها تكون بتستوي على طول. ممكن تستبدلي هنا الكرنب بورق العنب، بيبقى طعمه حلو جدا. وادي الصينيه بتاعتنا نشفت ما شاء الله، ما فيهاش اي شوربه، ولو ما عندكيش شوربه تقدري تستبدليها بمرق الدجاج. وادي فايده ان احنا لما يتبقى عندنا شوربه من اللحمه او الفراخ بنبدا ان احنا نشيلها في اكياس ونشيلها في الفريزر، علشان خاطر لما نيجي نعمل اكله زي دي بنلاقي عندنا شوربه صحيه احسن من الشوربه الصناعيه اللي هي مرقه الدجاج الجاهزه. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.